اتصال هاتف معنا ام عبد الله من سوريا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ام عبد الله. يا اخي اريد اتكلم مع الشيخ، الله يعطيك العافيه. تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير انت وكل المشايخ الاحرار اللي مثلك يا شيخ. منين انت منين؟ والله يا شيخ نحن انا سورية من حلب. اهلا وسهلا ومرحبا. عبد الله. يا شيخ عندي اول شيء بدي اقول سؤال، بدي اسال اني عن هالشباب اللي عم ينقتلوا، هن شهداء ولا لا؟ نعم. وبعدين في آية بالقرآن بتقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. القول هذا بينطبق على حكومتنا ولا لا؟ طيب. وبعدين الله يوفقك يا شيخ، إذا بتسمح لي بس أوجه كلمة لأهل سوريا. تفضلي. لا طبعا. الله يجزيكم الخير يا أهل سوريا، احمدوا الله إني إجا اليوم اللي صحينا فيه وصحيوا شبابنا وبتجيب المظاهرات لنتخلص من هالظالم وأعوانه. لا تزعلوا على الحالة اللي نحن فيها، إن شاء الله هي بداية الفرج، عن قريب بدنا نتخلص من الظلم والإرهاب اللي عشناه صرنا 40 سنة. مو هذا اليوم اللي صرنا عم نستناه من زمان. لك ليش ما بتقوموا يا شباب؟ لك ليش ما بتقولوا كلمة الحق؟ رضيانين على اللي صار في درعا؟ ولك عرفتوا إنهم دخلوا على البيوت، على بيوتهم وهن نايمين وقتلوهم وأخذوا ولموا الشباب على كيفهم؟ لك إذا ما بدكم تقوموا قومة وحدة والله لا يصير فيكم أكثر منهم، بدهم يقتلوكم واحد ورا واحد. ليسووا فيكم أكثر من اللي سووه في حماه بالثمانينات. ولك يا ناس يا شباب ليش ما بتقوموا؟ على ايش خايفين؟ على النعيم اللي نحن عايشين فيه؟ قطع كهرباء وقطع مي وكل شيء غالي، لتر المازوت ب21 ورقة صار. والله الناس ما بتعرف تتحمم، بعرف ناس وانا ما زلت حتى الان بالشهر ما عم نتحمم مرة وحدة. هو واهله وقرايبينا عم يتنعموا مثل ما بدهم، عم بيسرقوا على بلدنا وبيسرقونا، لامتى بدنا نسكت؟ كل شيء ببلدنا ماشي بالرشوة، كل الدوائر بننزل، اللي بيدفع أكثر بيوصل لحاجته أكثر وبيعمل اللي بده إياه. صرنا في سوريا عايشين مثل الغابة، القوي عم ياكل الضعيف. والله يكون بعون الفقراء اللي مثلنا. صحيح إننا حاطين قوانين مضبوط بس لناس وناس. رجال أمن أي رتبة ماله، بس إنه رجال أمن بيهين الرجال وبيهين النسوان وبيضرب أحيانا كمان، وما حدا فيه بيقول له ليش. والله شفت بعيني شرطة عم يضرب واحد في الجوازات لأنه عم بدخن، الشرطي نفسه عم بدخن، والناس الشرطة اللي ما عم بدخنوا ما في حدا عم بقول لهم شيء. ما في قانون، ما في عدل، ما في سلطة. رجال الأمن لأيمت بدنا نسكت. ام عبد الله اشكرك شكرا جزيلا. يا أخي بس كلمة، الله يوفقك، خليني بس أكمل. قلبنا محروق، بس كلمة بدي أوجهها. تفضلي يا أختي. يا جماعة لإيش خايفين؟ من إيش عم بتخوفوا؟ من إيش خايفين؟ من الموت؟ لك والله ما في حدا بيموت قبل عمره. وين النخوة وين الشرف في وجهنا إذا عم نشوف الشباب بتقتلوا ونحن ساكتين؟ إذا أهل حلب ما قامت والشام ما قامت، لأيمت من اللي يلمونا واحد ورا واحد، لأيمت بدنا نستناهم لغاية ما يدخلوا إيران. لك الإيرانيين هن اللي عم قتلونا نحن، يلا خلاهم يدخلوا. إذا ما أمنا والله لنشوف أكثر من اللي صار في أهل العراق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير. شكرا الله لك ام عبد الله. شكرا. معنا ابو اسامة من سوريا.